في يوم مشمس وجميل ومع بداية موسم كروي جديد ينزل فريق نادي بوهيميان الأيرلندي في حصة تدريبية عادي جدا زي ما انت شايف كده. بس مش ملاحظ حاجة؟ التيشيرتات اللي هم لابسينها عليها صور اللاعب الشهيد الفلسطيني سليمان العبيد، واللي باين برضه من تفاصيل التيشيرتات اللي هم لابسينها ان هم بيدعموا القضية الفلسطينية. ماشي، ايه الجديد في كده؟ ما هو دلوقتي بقى في فئة كبيرة على الكوكب بقت عارفة الحقيقة وبتدعم فلسطين. عندك حق، بس الناس دول بقى غير، دول من اوائل الدول في اوروبا اللي بتدعم القضية الفلسطينية من قبل ما الناس هناك تاخد بالها اصلا. وده بان اكتر في تصريح رئيس الوزراء الايرلندي ليو فيردكارت لما كان في البيت الابيض في مارس 2024. قال ان لما بيسافر حوالين العالم الناس دايما بتسأله عن سر دعم وتعاطف الشعب الايرلندي مع الشعب الفلسطيني. كان دايما بيجاوب عليهم ويقول لهم ان الشعب الايرلندي بيشوف نفسه وقصته في قصة الشعب الفلسطيني، من تهجير قسري بقى وسلب أراضي وتمييز وتجويع وترهيب وغيرهم من الجرائم اللي بتتم في حقهم. ياه، هم دول كمان إسرائيل احتلتهم؟ في الحقيقة لا، بس كان محتل تاني جار ليهم، الإنجليز أو المملكة البريطانية.